بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نتبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم اهدنا واهد بنا وانصرنا ولا تنصر علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مقاصد الذكر الحكيم. تحدثنا عن مقاصد الفاتحة، ثم تحدثنا عن مقاصد سورة البقرة، وكذلك سورة آل عمران، وتحدثنا جزء ليس بالسهل عن مقاصد سورة النساء. وذكرنا أن سورة النساء أعظم شيء فيها هي تركز عليه قضية العدل والإنصاف، وخصوصا العدل في الضعفاء والمساكين واليتامى وإعطاء حقوقهم. هذا ما ترمي إليه هذه الصورة، مرورا بالعدل في من الذي يستحق أن يعبد، مرورا بالعدل كيف نتعامل مع ذوي الأرحام، مرورا بالعدل كيف يكون العدل بين الزوجين، مرورا بالعدل كيف نحافظ على حقوق أموال الجميع سواء الضعفاء أو الأقوياء. هذه الصورة العظيمة التي لم تعطى حقها حقيقة من الدراسة. ما أحوجنا اليوم في هذا الزمن أن ندرس قضية العدالة والحرية. مشاهدي الأكارم، باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور حسن سلمان لنناقش عمق هذه السورة العظيمة، وهي التي الحقيقة تجذبنا إلى حب كتاب الله وحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين لنا الطريق. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بالمشاهدين. حياكم الله يا شيخ حسن. نحن تحدثنا في مقدمة هذه السورة حتى وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقفنا هنا وتحدثنا عن ما يتعلق لمن السلطة، لمن فرض العدالة، لمن الكلمة، من الذي له حق أن يقرر، من الذي له حق أن يشرع، من الذي له حق أن يقبل أو يرفض. حول هذا الموضوع كنتم قد قدمتم مقدمة في أهمية ما يتعلق السلطة العليا ولمن تكون السلطة، فنريد مقدمة حول هذا الموضوع والدخول عليه، ثم سنتحدث كما تتحدث هذه الآيات عن الذين لم يقبلوا حكم الله وحكم رسوله، وعلى رأسهم المنافقين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وهل هناك من أمتنا اليوم من ترفض أن تتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما حكمهم في الشريعة؟ كذلك تختم هذه الآيات بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل هذا فقط مختص بحكم الحكام أم هو عام حتى في حكم الإنسان بين أولاده؟ اتقوا الله واعدلوا بين
أولادكم. حول هذا سنتحدث إن شاء الله لنقرر مقاصد هذه السورة العظيمة، كيف إنها يعني تنشر العدل بين أوساط المجتمع. بعد ذلك سندخل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما الرابط بين إقامة العدل والسلطة العليا وبين المنافقين الذين لا يسمعون أو لا يرغبون في التحاكم إلى كتاب الله، وبين ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. أنا أطلت في المقدمة حتى يستوعب معنا المشاهد ويحضر. نبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لمن السلطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طبعا من أعظم الأسئلة وأكبرها في السياق الفلسفي والسياسي هو هذا السؤال: لمن الأمر؟ لمن السلطة؟ لمن الحكم؟ ظلت البشرية في سياقها الديني وفي سياقها الدنيوي الوضعي يشغل بال الفلاسفة هذا السؤال، لأنه ستبنى عليه كل المرجعيات. بالنسبة للسياق الديني معروف أن الذي يحكم هو الله، فالله هو الحاكم وهو الآمر. ألا له الخلق والأمر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إن الحكم إلا لله. فالسياق الديني التشريع فيه لله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذه الآية حسمت هذا الموضوع، حسمت جدل لمن الحكم. وأول سؤال يبدأ به الأصوليون هو قضية الحاكم، عشان يناقش الحكم. من هو الحاكم؟ لما تفتح من أوائل كتب الأصول مثلا كتاب الرسالة للشافعي تجد فيه مسألة الأمر. لمن الأمر؟ هذه مسألة ليست سهلة، وحتى ما ينجم بعد ذلك من صراعات هي نتيجة هذا السؤال. يعني حتى في السياق الوضعي، هل الآمر هي السلطة أم الآمر هو الشعب؟ الحكم لمن؟ فالديمقراطية مثلا تقول لك والله الحكم للشعب. الدكتاتوريات والنظم الاستبدادية كلها تذهب إلى أن الحاكم هو الذي من يملك القوة، أيا كانت، قوة المال أو قوة الجاه أو قوة العرق أو قوة النسب أو قوة العصبية. من مركز القوة هو الذي يأمر. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزع من البشرية هذا السلطان المتوهم. أنت أصلا لست مالك حتى يكون لك الحكم. فالملك الله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه الملك والمالك، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، قراءتان. نعم. قل اللهم مالك الملك. فالملك والملكوت كله لله. فأول قضية يصححها الإسلام في إطار التصورات أن يقول لك أنت لست ملكا ولا مالكا ولا خالقا ولا رازقا ولا مدبرا في هذا الكون. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أول قضية صححتها هذه الآيات هي هذا المفهوم، مفهوم أن مسألة الحكم لله سبحانه وتعالى. لاحظ سبحان الله لما خرجت البشرية الآن، وخصوصا في سياقها الغربي الأوروبي الأمريكي اللي كانت على الأقل فيه الديانة النصرانية هي الغالبة، دخلت في صراع مع الدين منذ القرن السادس عشر والسابع عشر، إلى أن وصلت إلى أن خلاص الدين نحي عن حياتها. فطرح سؤال: من المشرع؟ يعني لا بد من تشريع. فقالوا والله يا أخي نحن في مسائل التشريع يجب أن نعود إلى الطبيعة، القوانين الطبيعية. ودخلوا في صراع هنا كيف يتم التحديد. فقالوا والله العقل والذي نحتكم إليه. فلما جاءوا إلى العقول وجدوا أن العقول متفاوتة، ليس عقل البروفيسور كعقل العامي، ولا عقل الدارس كعقل غير الدارس، ولا عقل الطبيب كعقل المشرع الشرعي، ولا عقل، وهكذا، خصوصا في خارج البديهيات. نعم. خارج البديهيات العقول متفاوتة. فوجدوا هنالك إشكال كبير جدا في أن والله العقل ليس حاكما، لا يستطيع، وخصوصا عندما نخرج من دائرة البديهيات إلى دائرة الخير والشر.
لنقول أن هذا خير وأن هذا شر وأن هذا صواب وأن هذا خطأ وأن هذا مصلحة وهذا مفسدة، لا تستطيع العقول أن تتفق. فقالوا والله لا، نمشي للعلم. فجاء ديكارت ليقول والله موضوع العقول هذا تجاوزوه، يجب علينا أن ندخل إلى منطقة العلم، العلم التجريبي. من هذا؟ ديكارت، هذا من الفلاسفة الغربيين الكبار. جاء فوضع مقالة على كل وتكلم فيها، وجاء بعده عدد من الفلاسفة ليؤكدوا بعد جديد وهو البعد التجريبي العلمي. فقالوا والله العقل تجاوزه الزمن، لا بد أن ندخل العلم. العلم ما في إشكال، تدخل إلى المختبر ويديك 1+1=2. فقيل لهم هذا يصلح في الماديات والطبيعيات، لكن نحن في ساحات البرلمان ما حنناقش إنه والله هذا الدواء مما يتكون وكيف يصنع، هذه ما قضيتنا، هذه قضية لكن نريد أن نقول هذا الدواء يجوز استخدامه أو لا يجوز استخدامه، يباع في الأسواق أو لا يباع في الأسواق، ما المحدد في ذلك؟ جميل. فوجدوا هنالك مشكلة، قالوا والله ما في حل إلا ما ترتضيه الأكثرية. فجاءت فكرة الأكثرية والاحتكام إلى رأي الأكثرية هروبا من منطق العقل اللي فيه إشكال، وهروبا من منطق العلم اللي فيه إشكال، وهروبا من الأمور، فجاءوا إلى منطق إيه؟ منطق الأكثرية. وظلت الديمقراطية قائمة على فكرة إيه؟ الأكثرية. الأكثرية. طيب، مع أن القرآن يقول أكثر الناس لا يعلمون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أحسنت. هنا سبحان الله يأتي تفوق التصور الإسلامي في أنه يقال يأتي بأحكام متعالية ليست من داخل المنظومة. لكن نحن الآن نتكلم عن صراع داخل المنظومة. جميل. وجد أن هذه الأكثريات يا شيخ برهان تباع وتشترى، فتنشأ اقتصاديات ضخمة جدا وشركات عملاقة، فتسمع بأن والله الديمقراطية الأمريكية اختطفت من الشركات المالكة للسلاح، الشركات المالكة اليوم نحن مثلا الحروب من الذي يحركها؟ تحرك هذه اللوبيات. فاتضح أن والله الأكثرية ليست خادمة لمصالح الشعوب حقيقة. إذا وجدوا في إشكال أن الديمقراطيات نفسها يمكن، كما ألف أحدهم قال أكبر الديمقراطيات يمكن شراؤها بالمال، يمكن شراؤها بالمال. طيب ماذا نفعل؟ ونشأت ظاهرة أخرى، وهي أن هذه الأكثرية بقت تتسلط على الأقليات. فداخل البرلمان هنالك أقلية مقموعة لأنه قمعتها الأكثرية، أيا كانت، أكثرية دينية، أكثرية قومية، أكثرية عرقية، أكثرية في طبقات المال والأعمال، في أقليات تقمع. فجاءت فكرة الليبرالية لتعالج موضوع الأقلية. جاءت الليبرالية قالوا لا، نحن إذن والله هذه الأكثرية بتعمل لنا مشكلة، لابد أن نضمن حقوق الأقليات. فصار في قوانين تصدر ابتداء داخل البرلمان لتضمن حقوق الأقليات. بعد كده والله الأكثرية افعلوا كل شيء إلا أنكم لا تمسوا بإيه؟ بالأقليات. أحسنت. جاءت الآن مشكلة كبيرة جدا الآن تواجهها الآن المنظومة الغربية، وهي تحكم الأقلية في الأكثرية وليس الأكثرية في الأقلية. تحكم الأقلية في الأكثرية. الأقلية في الأكثرية. أديك مثال، يعني الآن مثلا معظم الديمقراطيات الغربية مثلا، لماذا تهاب اليهود؟ اليهود في العالم أقلية أليس كذلك؟ لكن اليوم سطوتهم على الجميع، على كل الحضارات. طيب الفئة الثانية الآن جاءت فئة اسمها المثليين. المثليين اليوم كم يكونوا في العالم؟ بسيطين جدا، يعني مقارنة مع الكتلة البشرية الضخمة. لكن تعال اليوم لتتكلم حول هذه الظاهرة. اليوم أوروبا كلها مهددة، رجال الفلاسفة مهددين، أساتذة الجامعات، رجالات البحوث، أعضاء البرلمانات، كل من يحارب المثلية. فصار الآن تحكم الأقلية في إيه؟ الأكثرية. لماذا؟ لكن من أين لهم هذه السلطة وهذه القوة؟ أحسن. ما هي الإشكالية؟ أنت سبحان الله، يعني منظومة الشيطان هكذا تعمل. قال لأضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يغيرون خلق الله يعني هذا التسلسل الذي ذكره الله تبارك وتعالى، عملية الإضلال، عملية الأماني، وهكذا. أنت في كل لحظة من اللحظات تدخل في توهان. اللي هو خطوات الشيطان وصل بنا اليوم إلى أقصى درجات، اللي هي تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. كنا نعتقد زمان بأن والله التغيير الذي يحدث في إيه؟ في الباطن، مش كده؟ في الشكل العام. نعم. ما توقعنا، ما كنا نتصور إنه والله مباشرة أن تدخل في الذكر والأنثى. هذه الحالة التي من البداية الآية سورة النساء أثبتتها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى.
وجعلناكم نعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس من واحدة واحدة وخلق منها زوجها. نعم. نعم. وفي سورة الحجرات من ذكر وأنثى. طيب هذا الشيطان أوصل اليوم البشرية إلى هذا. لماذا؟ كل ذلك ليش أنا أسردت كل هذا؟ لأن البشرية لن يحسم صراعها التشريعي إلا قانون من خارج المنظومة. فالإنسان بطبيعته ظلوم، بطبيعته جهول، بطبيعته عجول، بطبيعته أناني. هذه طبيعة البشرية. بطبيعته يريد أن يستحوذ. ولذلك سبحان الله فكرة لمن الحكم، عشان ننتهي في الخلاصة نحن نقول هذه المتاهة لا خروج منها إلا بقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآيات على كل عالجت في سياقها موضوع الولاية أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وموضوع الحكم والتشريع اللي هو وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ثم موضوع الطاعة لأنه لا يوجد سلطة وولاية دون أن يكون لها آمر ومأمور طبيعة الحال. لكن لاحظ دقة القرآن الكريم، فكرة الآمر والمأمور هنا، شوف الدقة، فكرة الآمر والمأمور. الصراع السياسي كله يقول لك والله يا أخي السلطة السياسية قائمة على فكرة طاعة، شخص يطيع وشخص آخر مطاع، شخص يأمر وشخص آخر مأمور. هي تناولت هذه الظاهرة، قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فجعلت مطلق الطاعة لله ورسوله. جميل، هذا ناقشناه في الأسبوع الماضي. نعم. لكن هنا يجدر بنا أن نعود إلى سورة المائدة لنقرأ بعض ما يتعلق بالحكم، طالما نحن كمسلمين. طبعا ذكرتم جزاكم الله خيرا بما يتعلق بالغرب أنه يعني يعيش في توهان وضلال وكذا. هوى. يعني ذكرتم أن حكموا العقل فما أفادهم بشيء، حكموا العلم فما أفادهم بشيء، ثم جاءت الليبرالية وأصبحت يعني تدافع عن الأقليات، والآن الأقليات هم يعني ابتلينا بأنهم أصحاب قوة نافذة، لديهم مال، لديهم سلاح، لديهم متحدة تقف وراءهم اليوم تشريعات وتلزم الدول. أعوذ بالله. فأنت أكبر مؤسسة اليوم عالمية هي التي تفرض علينا، يعني من الذي يفرض الآن قوانين الأسرة، ومن الذي يفرض قوانين المثلية، وهذا أمر حقيقة محزن ومحير. كيف نعم. الأمم المتحدة ليس فيهم رجل رشيد، كيف يقومون طبعا بعض الدول رفضت مثل تركيا، المثلية لا تقبل عند تركيا أبدا، والحمد لله. هنا في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي الآية الأخرى قال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأخيرا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى أن قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بما يتميز حكم الله سبحانه وتعالى؟ أحسن. حكم الله سبحانه وتعالى أكبر خاصية فيه هي خاصية العدل، لأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم عدل، ليس له أي مصلحة للتحيز من طرف لطرف. نعم. فالله ليس له مصلحة في أنه الله ينحاز للنساء ضد الرجال، ولا للرجال ضد النساء، ولا لصالح الأغنياء ضد الفقراء. ليس هنالك شيء يناله الله بأنه والله نقطة ضعف عنده يريد أن يعالجها من خلال اقتراب من لا. ولذلك هي حالة فوقية، حالة متعالية عن كل الحالة البشرية، وبالتالي أعظم ما فيه هو أنه حق وصدق وعدل. فكل ما يرد من الله ليس باطلا، وكل ما يرد من الله ليس مكذوبا، وكل ما يرد من الله ليس ظالما. فإذا أنت هذه الثلاث صفات تكاد تكون الصفات الكبرى فيما يتعلق بغايات القرآن الكريم التي يحاول القرآن أن يركز عليها في كل آياته. هذا الجانب. النقطة الثانية، لو أن الناس آمنوا به فهو رافع للخلاف. يعني عندما نأتي نحن الآن أنت عندك رأي وأنا عندي رأي، طيب لمن نحتكم؟ لابد من جهة ترفع الخلاف. إن ذهبنا إلى شخص مثلنا يقول بما يتميز علينا حتى يكون فاصل، إيش المرجعية التي سيحكم بها؟ هل سيحكم بمزاجه؟ إن حكم بمزاجه ما فعلنا شيء، لأنه مزاجك ومزاجي
ومزاجه متساوي لما يكون الأمر بالأمزجة. والله سبحانه وتعالى حكمه رافع للخلاف، نعم، لأنه أول العدل، وفي نفس الوقت هو أيضا هو رب الأرباب جل جلاله، فهو الذي يحكم ونحن في ملكه، ويجب علينا في ملكه أن نعمل بإيه؟ نعم، قل إن الأمر كله أيوه. لله. النقطة الثالثة، يخرج الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى في حكمه، يدخل في دائرة العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر. فأنت تقر بأن الله هو الخالق، ليس أمامك من مجال إلا أن تقر له بأنه الآمر، أنه الحاكم، أنه الذي ينبغي أن يطاع. هذه من الأشياء المهمة جدا أو الخصائص الأساسية لأن نحتكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. والمجتمع حينها يعيش في وئام وسلام، لأنهم لا يشعرون بأن هنالك صراعات بينية في إطار التشريع. يعني الآن معظم الصراعات في الأنظمة الديمقراطية مثلا هو صراع من أجل التشريع، هو صراع للدخول إلى البرلمان، للحصول على الامتيازات التشريعية. فإذا حصلت أنت على أكثرية تشريعية تستطيع أن تمرر ما تشاء من تشريعات ومن قوانين. لكن ستلاحظ بأن مثلا في إطار التشريع الإسلامي المساحات الكبرى محسومة. يعني كثير من قضايا الحقوقية التي لا يحق لي وأنا وأنت أن نتصارع فيها هي محسومة من الناحية الشرعية. حقوق المرأة محسومة، حقوق الطفل محسوم، حقوق الزوجية محسومة، موضوع القوامة محسوم، قضايا الاقتصاد الحلال والحرام فيها محسوم، قضايا كذلك الاجتماع، كل ذلك محسوم من الناحية الشرعية. وبالتالي تقل دوائر الصراع التشريعي، تقل دوائر الصراع التشريعي. ثم حتى لو افترضنا أن هنالك هوامش تقوم بها السلطة التشريعية لوضع النظم والقوانين التفصيلية التي لم ينص عليها التشريع، فهي تقوم عند العلماء على ما يعرف بالتشريع الابتدائي، تأسيسا على التشريع الابتدائي الذي هو الحق لله سبحانه وتعالى. فالله تشريعه ابتداء، رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعه ابتداء، يعني ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يسمى التشريع الابتدائي. جميل. يبنى عليه عن طريق القياس، عن طريق المصالح، عن طريق النظر المقاصد، تبنى عليه. وبالتالي هنا السلطة التشريعية نفسها التي نسميها نحن الآن في البرلمانات لا يحق لمن يخرج قانونا إلا لا يحق له أن يصطدم بالتشريعات الابتدائية التي نصت على نص الله تبارك. ولذلك الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وطبعا لو أنه قال ومن حكم بغير ما أنزل الله لكانت الآية منقلبة. فنحن يمكن أن نحدث تشريعات، ولكن باعتبار التعليل، باعتبار القياس، باعتبار الاستئناس، باعتبار الميزان الذي أنزله الله تبارك وتعالى. طيب الشيخ حسن، البشرية وصل عددهم تجاوز 9 مليار أو قريب من 9 مليار. وهذه البشرية بهذا العدد الكبير لماذا يرفضون الحكم بما أنزل الله؟ هل هو جهلا؟ وفيه من العلماء والمستشرقين الذين قرأوا القرآن الكريم ودرسوه، ومنهم من تأثر فأسلم، ومنهم من عمل بهواه. يعني قضية أنهم جهلوا القرآن الكريم أعتقد أنها صارت بعيدة. لماذا حكام الغرب لا يحكمون كتاب الله؟ لماذا أنا أخاطب هذه الدول الغير مسلمة، لا نقول كافرة، خلينا نقول الغير مسلمة، لماذا لا تحكم شرع الله؟ أليس في شرع الله عز وجل حتى لو لم يؤمنوا به فيه عدل وإنصاف لهم؟ يعني قضية الإيمان به مهمة، لكن قضية الاستفادة منه أمر آخر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى شيء، وأنك تستفيد أنت من هذا العدل وهذا الإنصاف وهذا العمق القوي في مسائل الميراث مثلا، في مسألة مثلا ولكم في القصاص حياة، من قتل يقتل، المحافظة على أموال الناس مسلمهم وكافرهم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يعني كتاب الحدود والجنايات أعتقد أن الغرب لو درسوه أو لو طبقوه لوجدوا حقيقة يعني خيرا كثيرا. السؤال لماذا لم يطبقوا
كتاب الله سبحانه وتعالى في حياتهم؟ والله هذا شيخ برهان سؤال كبير، يعني يعود إلى عوامل، جزء منها عوامل تاريخية، جزء منها عوامل نفسية، جزء منها عوامل دينية، جزء منها عوامل متعلقة بالمسلمين. هي ليس سببا واحدا. من العوامل التاريخية مثلا أن هؤلاء الأوروبيين والغربيين ظلوا سنوات طويلة جدا في حرب مع الإسلام، في حرب مع الإسلام، يظنون أن ما هم عليه من دين هو الذي يتشبثون به ويتمسكون به ويكونون عليه. بطبيعة الحال هنا تأتي بعض الجهات، سلطات، حكومات، غيرها، قد يكون من مصلحتها أن ترعى هذا النوع من الصراع، يعني لا تريد لهذا الدين أن يذهب إلى هذا البعد الذي تتكلم عنه، فهم يحاربون الإسلام ويشعلون الحروب ضد الإسلام ويشوهون هذا الدين تشويها مطلقا، تشويه كبير جدا. يعني اليوم يتعرض الإسلام لهجمة كبيرة جدا، حتى لا يأتيهم أحد يقول لهم لا يأتي. استفيدوا. نعم، هذه واحدة. النقطة الثانية أيضا القرآن الكريم يحيل إلى مسألة الهوى. الإنسان يريد أن يكون طليقا، يشبع غرائزه ويشبع، والدين يقيده. هو لا يريد يقيد نفسه بالتزامات معينة، هذه إشكالية أيضا. النقطة الثالثة أيضا الدين المحرف الذي عاشته أوروبا ودخلت معه في صراعات ضخمة جدا بين الكنيسة وبين الملوك والأمراء وبين الشعوب، أدى إلى أنه والله يتصور كل دين هو كالدين الذي كانوا عليه. هذه برضو واحدة من الإشكالات، يعني الذين مارسوا الاستبداد ومارسوا الظلم ومارسوا الإقطاع ومارسوا الاستعباد في الخلق، نفس هذه الكنيسة يوم من الأيام كانت تمثل بالنسبة لهم حالة دينية، فدخلوا في صراع مع الدين ووصلوا إلى ما يعرف اليوم بنظرية فصل الدين عن الدولة، والتي تعتبر أنه من أكبر الإنجازات، وهي بلا شك بالنسبة لهم من أكبر الإنجازات، لأن الدين الذي كانوا عليه أصلا ليس الدين الذي أنزله الله، وبالتالي كان خير بالنسبة لهم أن يتخلصوا من هذا الدين. ولكن لا يعني هذا الخير الذي هم وصلوا إليه أنه ليس هنالك ما هو خير منه، ولا يعني كذلك بأنه والله أن يكون الإنسان في خصومة مع الدين وبالتالي يكون في خصومة مع الإله بطريقة أو أخرى. يعني الآن أوروبا منذ أن دخلت إلى هذا النفق فهي في قطيعة مع الله سبحانه وتعالى. يعني تجد بعض البلدان مثلا نسبة الإلحاد فيها وصلت إلى 70%، وحتى الذي يقول لك أنا والله أؤمن بالله الذين نسميهم الربوبيين مثلا، يقول لك والله أنا أؤمن هذا الكون لا يمكن أن يكون بلا خالق، لكن تقول له هل لهذا الخالق دخل في؟ لا، يقول لك لا دخل له، لا دخل له في شأنه، ويقرون له بالخالقية ولا يقرون له بإيه؟ بالحاكمية، ولا يقرون له بالأمر. نقطة أخيرة أيضا الحياة ليحصره في دوائر ضيقة، وهي قوانين الأسرة والأحوال الشخصية وقوانين الصلاة والزكاة والعبادات العادية. فكل ذلك يساهم مساهمة كبيرة. يعني ما الذي يشد الغربي لأنه والله يتبنى الإسلام؟ جميل. إذا كنا نقول أن الغرب لا يمكن يتبنى مثل هذا، هو أصلا لا يؤمن بكتابك. نعم. وكتابك مشوه لديهم. نعم. المسلمون وحكام المسلمين وقاداتهم ما عذرهم في أنهم لم يحكموا كتاب الله؟ هل الخوف من الغرب؟ هل هم مضطهدين؟ طيب إذا كانوا مضطهدين لماذا يلاحقون أهل العلم والفضل ويسجنونهم؟ وكما تفضلت بينما نحن نقرأ آيات تزلزل حقيقة القلوب، ولو أن كتبنا عليهم، لا، قبل هذه الآية التي هي ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، تتحدث عن المنافقين. ما هو يعني رأيكم في هؤلاء، وما السبب في أن حكام المسلمين وحكام العرب لا يتشجعون للحكم بما أنزل الله؟ والله شيخ نوران، منذ أن غابت خلافة الأمة وغاب سلطانها الجامع العام وسيطرت الحملات الصليبية على المنطقة وأنشأت هذه الحملة الصليبية التي اجتاحت بلاد المسلمين، أنشأت حكومات وأنشأت جيوش وأنشأت أجهزة أمنية وأنشأت نخب مدنية وأنشأت تشريعات وأنشأت قوانين تريد لهذه الوضعية أن تستقر وتثبت، لأن هي التي تخدمها. بالنسبة للغرب هذا الذي يهمه. لماذا؟ أفادهم الاستشراق بأن قوة الأمة ونهضتها وتقدمها وتطورها في أن العودة إلى كتابه. إذا عادوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فإن هذا الكتاب سيحرضهم، وهم يدركون ذلك الآن. يرون مثلا
النموذج البسيط الآن اللي هو آخر نموذج تقريبا، نموذج قطاع غزة. ما الذي يجعل هذا الصمود الأسطوري لهذا الشعب المحاصر؟ وجدوا بأنه ما في شيء إلا هذا الكتاب الذي يربون عليه أنفسهم ويربون عليه أطفالهم ويربون عليه نساءهم، يكتسبون ويستمدون منه قوة غير طبيعية. فإذا كان والله 2 مليون ونصف في قطاع محاصر خاض حرب تقارب يعني قاربت ال3 سنوات ولم يستسلم، وجاء الغرب بخيله ورجله. تصور لو أن والله هذه المعركة دخلها المليارين مسلم بكامل عتادهم وكامل قوتهم وكامل حكوماتهم وشعوبهم، هم يدركون أنه لا مقام لهم في هذا. ولذلك ستلاحظ بأن القرآن الكريم يحيل مسألة الرفض الحاكمية لله سبحانه وتعالى ورفض شريعة الله عز وجل والارتماء في أحضان الكافرين، يربطها ربط مباشر بمسألة إيه؟ مسألة ظاهرة النفاق التي تتكلم عنها الآيات. نعم. فالنفاق هو مانع أساسي. يقول الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض، وهذا مرض النفاق، يسارعون فيهم في الكفار للاحتماء بهم، للذهاب في تبعيتهم، لينالون منهم حماية، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وهذه الدائرة غالبا هم يخافونها من الشعوب. يعني الآن معظم الحكومات من أين تأتيهم الدوائر؟ يقولون إنه والله الدوائر هي في الداخل. هذه الشعوب إذا أتيح لها فرصة ستعمل على إسقاط هذه الأنظمة التي لا تحكم بما أنزل الله، وستعبر عن هويتها وعن دينها وعن كتابها. ولذلك ستلاحظ بأن النفاق دائما متضامن مع الكفر ومتضامن مع أهل الكتاب أو مع أهل الكتابين اليهودية والنصرانية. ستلاحظ دائما النفاق حاضر. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. نعم. وهم كاذبون هنا أمام شعوبهم وكاذبون هناك أيضا أمام القوى الخارجية. طيب جميل يا شيخ حسن. يعني الآيات في سردها تتحدث عن أهمية العدل والتحذير من الظلم، في سرد قوله تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، إلى أن قال: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم دخل مباشرة في التحذير من ترك الجهاد في سبيل الله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما علاقة هذا القتال بالعدل والحرية؟ هو الآن يا شيخنا لو لاحظت سبحان الله سورة النساء ذكرت لنا مجموعة قضايا، ذكرت منظومات القيم، ذكرت قضايا المستضعفين، من يحتاجون إلى العناية، من يحتاجون إلى الرعاية، من يحتاج إلى الحماية، ثم دخلت في منظومات الحقوق، حق الله وحق الجار وحق الوالدين إلى غير ذلك، ثم دخلت بعد ذلك في منظومة الولاية السياسية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة. كأنما هنا يا شيخ برهان تكامل إلى حد كبير، تكامل هذا النظام. لكن هنا لابد، هنا قد يأتي عند الناس سبحان الله صورة وردية، وبتحصل الآن حتى في واقعنا المعاصر، إنه والله يمكن لهذا الدين أن يقوم بلا قتال، وأن يقوم بلا قوة، وأن يقوم بلا أن نبذل جهد، وهكذا. يقول لك والله وكأنما بس القصة والله صناديق انتخاب ونمشي نضع في صندوق الانتخاب ورقة، وهكذا تكون السلطة إيه؟ طبعا. الله عز وجل يعلمنا بأنه هذا الدين مرتبط كما أنه مرتبط بالعدل، مرتبط بالقوة. هذه المسألة تجدها بصورة واضحة في سورة الحديد: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قالوا أنزلنا الحديد. هنا ستلاحظ الحديد تجسداته وتجلياته في الجهاد في سبيل الله.
وبطبيعة الحال في الصناعات بكل أنواعها ومنها الصناعات الحربية. نعم. لكن في النهاية ستنتهي بنا الصناعات الحربية إلى أننا نباشر أمرين أساسيين: حماية الداخل من أي شكل من أشكال الفوضى والتنازلات والخروج عن دين الله والخروج عن هوية الأمة وشريعتها، فنحمي الداخل بقوة، ونحمي كذلك الخارج ونحمي العدوان أيضا الذي يمكن أن يكون على هذا النموذج، أن هذا النموذج لن يترك، الجاهلية لن تضعه يكتمل ولن تتركه حتى يكون مشروعا متكاملا يمثل حضارة عالمية. فاليوم الإسلام يطرح نفسه باعتباره هو المنافس لهذه الحضارات القائمة ومنافس لهذه النماذج القائمة. فالنظام الوحيد الذي يقول أنا موجود ومختلف عنكم هو النظام الإسلامي. بقية الأنظمة كلها وبقية الحضارات تكاد تكون مساحة صراعاتها ليست على مستوى جوهري، بحيث والله خلاف في عمق النظرية التي يمكن أن يقوم عليها النظام العالمي. الإسلام عنده نظريته المتكاملة في كل التفاصيل، وبالتالي هو لا يستطيع بأي شكل من الأشكال أن يتعايش مع الطغيان العالمي القائم على طغيان الاقتصاد وطغيان الاجتماع وطغيان السياسة وطغيان الثقافة وطغيان الأعراق. الإسلام لا يستطيع أن يتعايش معه. بالنسبة له هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. طيب شيخ حسن، معناه نفهم من ها هنا أن هذا التشريع وأن هذا العدل سيواجه بأعداء. أحسن. سيواجه بأعداء. نعم. هناك نفوس شريرة لا تقبل العدل. نعم. وتريد أن تعمل بالظلم. نعم. فبالتالي لابد أن تكون هناك قوة تؤدب هؤلاء، وذلك من أجل ذلك ذكر الآية التي بعدها، وهي من أجل حماية حقوق الضعفاء، فقال سبحانه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذن في ظالمين، في هناك ظالمون يقومون بظلم هؤلاء الضعفاء، فهؤلاء أيضا لا يمكن حقيقة إيقاف ظلمهم إلا من خلال القوة. لذلك قال بعدها: الذين يقاتلون في سبيل الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. إذن أولياء الشيطان. أيوة، إذن هناك قتال. الصورة واضحة. أيوة. أي نعم. يعني الصورة واضحة. كما تفضلتم، ليس الأمر ورديا، وإنما سيكون هناك. لكن سبحان الله، يعني من لطائف القرآن الكريم أنه يورد السياقات ضمن مقاصد السورة. لاحظ، السورة الآن كنا نتكلم عن إيه؟ العدل في إطار سياق المستضعفين. نعم. مش كده؟ نعم. النساء والأطفال والضعفاء. السورة تعالج هذه الحالة. شوف المقصد في الجهاد فيما يتعلق بهذه الجزئية أورده في سورة النساء. لاحظت؟ صحيح. هنا لا تنتهي القتال في هذه المقاصد، لكن ناسب السورة هنا التحريض والتحفيز لموضوع القتال فيما يتعلق بتحقيق العدل وتحقيق الكرامة الإنسانية لهؤلاء المستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل والمستضعفين من الرجال والنساء وليقولوا ربنا أخرجنا من هذه القرية. إذن هذه المسألة تحتاج إلى إعداد قوة، تحتاج إلى تجهيز الأمة لقدراتها البشرية وقدراتها المادية وقدراتها التصنيعية، وإلا فإن اليوم البشرية كلها نلاحظ هذا السباق المحموم لاستحواذ القوة. ونحن لا زلنا يا شيخ برهان إلى الآن للأسف الشديد حكامنا لم يستوعبوا الدرس، ويتصوروا بأن والله يمكن لهؤلاء الأعداء من الخارج أن يحمون مواردنا وأن يحمون اقتصادنا. وكان سبحان الله من أجمل اللطائف لأحد المشايخ عندما شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، قال: موارد الأمة وقدراتها وبترولها إن لم يكن محمي بسيفها فهو ليس له. نعم. ليس له. صحيح. نعم. كلام جميل. أعد هذه العبارة مرة أخرى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. المفهوم المتبادر دائما الذي نسمعه في المنابر في غيره إن والله النبي صلى الله عليه وسلم رزقه في الجهاد في سبيل الله. مش كده؟ رزقه بأن يجاهد في سبيل الله وما يحصل عليه. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه وللرسول. ولكن المعنى الآخر هو أن موارد الأمة وما تحصل عليه بالفتح وما يكون ملكا لها من بترول ومعادن إن لم يكن محميا بقوتها
فهو ليس لها. نعم. لذلك الأمة صحيح. رزقها يجب أن يكون محميا بقدراتها بإمكاناتها بسيفها. نعم. وللأسف الشديد إلى الآن يعني حتى الحرب الأخيرة التي انكشف فيها الأمر انكشافا كبيرا، ورأينا كيف أن الغطاء الأمريكي الذي كان يتصور الناس بأنه سيحمي المنطقة ويحمي شعوبها، اليوم تقريبا هذا الغطاء للأسف الشديد انكشف. ومع ذلك حتى هذه اللحظة يمكن صبيحة هذا اليوم اطلع على بعض التقارير إنه الناس والله لا زالت تسابق في عمليات التسليح وشراء المعدات والدخول في قضايا التدريب والتدريب المشترك مع نفس المنظومة التي للأسف الشديد كشفت الغطاء. طبعا استمرت الآيات في التوجيه العام والتحذير من أهل الكتاب أو الذين كفروا، فقوله تعالى: لم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، الآية، إلى أن رد الله عز وجل عليهم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم قال سبحانه وتعالى في سياق القتال في سبيل الله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه الآية بالذات تحتاج إلى تعليق عميق منكم شيخ حسن، لأن ما قبلها: وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به، وقبلها أيضا: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، إلى أن وصل الله سبحانه وتعالى بالاستفادة من هذه المواعظ الذي أنت الآن كنت تذكرها، تقول: ليت حكام المسلمين يفهمون أن رزقهم وأن حماية أموالهم هي في سيوفهم. هذا كلام جميل، لكن هذه الآية حقيقة استوقفتني: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هنا طبعا سبحان الله الآيات بعد أن تكلمت عن الجهاد ووجوب الجهاد والتحفيز على الجهاد وكذا، أيضا بدأت تتحدث عما يمكن أن يصاحب المتدينين مما نسميه العلل المقعدة عن الجهاد في سبيل الله. كثير من الناس سبحان الله في ظل الحماسة يقول لك نحن مستعدين أن نقاتل ومستعدين كذا، وينسى بأن موضوع القتال وبذل النفوس ومقارعة السيوف والذهاب إلى بيع النفس لله ليس أمرا سهلا، يعني ليست قضية بسيطة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يشير هنا بصورة واضحة بأن الأمر يحتاج إلى مرحلة من التربية والإعداد وبيع النفس لله إلى أن تصل إلى مستوى إذا قال الله لك تقدم تتقدم، وإذا قال الله لك توقف تتوقف. وهنا عاب على أولئك الذين كانوا في المرحلة المكية يتعجلون القتال: ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. هذه طبعا سبحان الله تتناسب مع قوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا. جميل. عندما يقول الله لك كف يدك لا تقاتل، هذه مرحلة خطيرة جدا يعدك الله ليه؟ لمسألة السمع والطاعة والاستسلام لله، وأن لا يكون الاندفاع والهوى هو الذي يحركك في مسيرتك إلى الله سبحانه، لا، الذي يحركك هو أمر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال في مرحلة من المراحل: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وقال في مرحلة أخرى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وقال في مرحلة ثالثة: قاتلوا الذين يقاتلونكم مثلا. في مرحلة أخيرة قال: وقاتلوا المشركين كافة. فنقلهم الله سبحانه وتعالى من مرحلة. لكن هنا عموما في كشف للعلل اللي هي ضعف النفوس وحب الدنيا وعدم الزهد وشراء الإنسان سبحان الله شراء الدنيا بالدين إلى غير ذلك مما يجعل الإنسان في حالة من القعود عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين على كل النقاط التي تؤدي إلى ضعف الإنسان، ثم خاطب مباشرة رسوله صلى الله عليه وسلم باعتباره هو الشخص الذي يكون قدوة للناس. قال: فقاتل في سبيل الله، يعني قاتل الناس معك لم يقاتل أنت، مهمتك أن تقاتل وأن تبلغ رسالة الله وتقاتل في سبيل الله. إذا أديت ذلك فقد قمت بما يلزم من تكاليف. وهذه ليست فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، كل العلماء والدعاة وغيرهم عليهم أن يقوموا بواجب البلاغ وواجب الإنحياز إلى الأمة وواجب أن يكونوا محسوبين على القتال والجهاد في سبيل الله الذي تعز به هذه الأمة. طيب جميل. وما دمنا نتحدث عن القتال
لحماية المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. تذكر الآيات فيما يتعلق بالقتال لما يحصل فيها من بعض المستجدات، كأن يقتل مسلم أخاه المسلم، أو يقتل ذميا، أو يقتل كافرا محاربا. كل هذا فصلت فيه الآية، فقال سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآيات أو الآيتين اللتين يفصلان تفصيلا دقيقا في موضوع قتل الخطأ وكفارته. على ما يدل ذلك يا شيخ حسن؟ هنا عندنا ثلاثة فئات: فئة من يقتل مؤمنا متعمدا، فئة من يقتل مؤمنا بالخطأ، وفئة من يقتل محاربا، وفئة من يقتل ذميا معاهدا. وكل هؤلاء فصل القرآن فيهم. هذا التفصيل أولا على ماذا يدل؟ ده واحد. اثنين، لو تعلق أيضا على ما يتعلق إن قام مؤمن بقتل مؤمنا آخر، ما الذي ينبغي عليه، وما هي التفصيل في الديات التي ذكرها القرآن الكريم. ثم لماذا حذر من قتل المؤمن أخاه المؤمن بغير عذر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يعني هناك من يحصل بين فئتين حروب بلا معنى، فيأتي ويخرج على الشرعية، مثلا على الشرعية التي لديها فعلا الإذن بأنها تحارب وتدافع. كل هذا أنا لا أريد حقيقة أن أطيل في السؤال، لكن أريد أن أفهم يعني هذه الجزئية لم يتركها القرآن الكريم هكذا، بل ذكرها وفصل فيها مع أمره بالقتال في سبيل الله. لماذا؟ سبحان الله، القرآن له طريقته في السرد وطريقته في السياق. يعني الآن حرضك على القتال وجعلك تحمل السلاح، ومن يحمل السلاح أحيانا يندفع وأحيانا لا ينضبط، ولذلك معظم آيات القتال وآيات الجهاد مرتبطة بالتقوى، حتى القتال مع الكافرين. يا سلام. دائما تجده في وسط الآيات يورد مسألة التقوى، وخصوصا سبحان الله لاحظناها في سورة البقرة بصورة كبيرة جدا. نعم. يعني دائما ما يتكلم عن قضية لا يحب المعتدين، إن الله مع المتقين، وهكذا. فكأنما بعد أن حرضك على القتال بدأ يضع لك قيود هذا القتال. أول هذه القيود أنه لا يتصور شرعا أن يقتل مؤمنا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. جميل. إذا لا يتصور أنك أنت تقصد إلى قتل أو تتعمد قتل المؤمن، هذا غير متصور، وإن كان يقع من حيث الإمكان، لكن كأنما الله عز وجل يقول لك لا ينبغي يكون. وفي حالة وقوع الخطأ طبعا هنا تأتي مسألة أحكام الديات. لاحظت أحكام الديات؟ قتل الخطأ فيه الدية، والقتل العمد عند وقوعه فيه فيه القصاص. فعندنا قتل العمد فيه قصاص إلا أن يعفو أولياء الدم، والقتل الخطأ فيه من البداية موضوع الدية، وفيه صيام شهرين متتابعين. سبحان الله، لماذا أوجب الله الدية على قتل الخطأ، رغم أن الله تعالى يقول في سياق سورة الدعاء في سورة لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا. أين؟ نعم، لأن ذلك سبحان الله حتى لا يهدر دم الإنسان أيا كان، سواء كان بالعمد أم بالخطأ،
لا يوجد شيء اسمه إهدار. أو لا يأتي أحد يقول أنا قتلته بالخطأ. أي لا يهدر. إيه. فإن أسقطنا عنك القتل لا نسقط عنك إيه؟ المال. حقه المال. الدية. أيوة الدية موجودة. وذلك احتراما لدم المسلم. احتراما لدم المسلم. احتراما لدم المسلم. أو نقول لدم النفس. دم النفس البشرية المعصومة. نعم. النفس المعصومة. فإذا يا شيخنا عندك خطأ فيه دية، وعندك عمد فيه هذا الوعيد، وعيد الشديد الذي نعم والعياذ لا بالله. يكاد يوجد أشد مثل هذا الوعيد الذي ذكر فيه. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. لا وأعد له عذابا عظيما. يعني كلام هذه خطيرة جدا يا سبحان الله. لكن سبحان الله يلوح لي شيخ برهان في هذا الأمر أيضا مجموعات الغلو ومجموعات التطرف ومجموعات الزيق التي أيضا أحيانا تدخل في ساحات الجهاد، ولكنها لا تنضبط بضوابطه، فتنجرف من القتال المشروع إلى القتال غير المشروع. صحيح. لاحظت؟ فتدخل في دماء في الأمة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كان من أكبر خاصية لهم قال يقتلون أهل الإسلام. نعم. ويدعون أهل الأوثان. فكأنما سبحان الله هذه الآيات نفسها تشير إلى هذا المعنى، هذا النوع من. فطبعا هم قد يكونوا متأولين وقد يكون إلى غير، لكن في النهاية هذه المخاطر الكبيرة في أن الجهاد إن لم يكن تحت راية شرعية ولم تكن رعايته برعاية علمية شرعية، ومن يقوم عليه ملتزم وحريص على تنفيذ أحكام الله، فإنه يقع في نفوس معصومة. صحيح. لذلك ما أباح الله لنا في موضوع القتل لا قتال المسلم خطأ، ولا قتاله عمدا، ولا قتال الذمي، ولا قتال المعاهد الذي يدخل إلى كل هؤلاء دماؤهم تعتبر معصومة. المعاهد لا يجوز والذمي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقتل. الذي توجه إليه السيوف هو المحارب الذي يمتلك فكرة المقاتلة، يقاتلك وتقاتله، وفي نفس الوقت لكفره لصده لعدوانه لبغيه لطغيانه تقاتله وفق هذه المعاني. في وسط هذه الآيات وهو يتحدث ربنا بالحث على القتل من أجل حماية المستضعفين، من أجل العدالة والحرية أو الحرية، وفي نفس الوقت هو يحذرنا أن نقتل مؤمنا أو ذميا أو معاهدا. في وسط هذا لأن الموضوع كما تفضلت موضوع خطير، ولأن قد ينفعل الشاب، قد ينفعل الجندي ويأخذ السلاح فيبدأ والعياذ بالله يعني يسفك دماء بشرية معصومة. هنا كان لابد من ضبط هذه الأمور بعد الرجوع إلى أهل العلم، فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كثير من الشباب في المعارك التي كنا نتابعها في أفغانستان والبوسنة والهرسك وغيرها قد ربما يكون وقعوا في بعض التأويلات التي يعني قد لا تكون مستصاغة، فيكون بذلك نتيجة قتل نفس المسلم معصومة. تعليقكم حول هذا؟ أحسنت. على كل الجهاد في سبيل الله له ضوابط ليتحول أو ليكون حقيقة شعيرة تعبدية. الجهاد ليس عبثا، وهو ذروة سنام هذا الدين. وعندما نتكلم عن ذروة سنام هذا الدين معنى ذلك يجب أن تتجسد فيه كل القيم الأساسية لهذا الدين، المعبرة عن العدالة، المعبرة عن الحرية، المعبرة عن عصمة الدماء، المعبرة عن عدم الفساد، المعبرة عن العمران في الأرض. كل هذه القيم يجب أن تكون حاضرة في الجهاد في سبيل. لذلك لما يأتي هؤلاء من غير أن يكون هنالك أي مرجعية يعودون إليها وينطلقون بلا كوابح تقع إشكالات هائلة جدا. ولذلك في ضمن هذا السياق وضع لك الله سبحانه وتعالى مرجعية ضابطة فيما يتعلق بحقيقة العلم، لأن هذه أحكام. كل القضايا التي نتكلم عنها هي أحكام، أليست كذلك؟ طيب إذا في أحكام شرعية أو كانت أحكام ذات طابع سياسي مصلحي تقديري، بمعنى أنك والله هنالك سلطة تقدر
المصلحة أو المفسدة. جعل الله سبحانه وتعالى كل ذلك يمارس ضمن ما نسميه بأولي الأمر. أولي الأمر الذين لهم القدرة العلمية والقدرة كذلك العملية لتنزيل حكم الله سبحانه وتعالى. فهذا طبعا مريح جدا بالنسبة للمجاهد الذي ينضبط، يعني الذي ينضبط بأحكام الشريعة، بحيث لا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه. لأنه في نهاية المطاف هي إما نجاة، إما أنك تنجو بهذا الجهاد، وإما أنك تهلك بهذا الجهاد. ليست هنالك شيء آخر، إما أن تلتزم فيه ضوابطه ليكون مقبولا. الآن لا أحد مثلا يقول والله أنا أفرط في الطهارة وأفرط في استقبال القبلة وأفرط في جماعة ويقول لك أنا سأؤدي مع ذلك فريضة الصلاة. ليس كذا. إذا في شرائط، في ضوابط، في أحكام مفصلة، إن أديتها كما هي كانت مقبولة، وإن لم تؤديها لم تكن مقبولة. هنالك إمام في الصلاة، وهنالك أئمة في الجهاد وفي السياسة. إذن هذه رسالة لجميع الشباب أن لا يتهوروا في سفك الدماء، بل عليهم أن يعودوا إلى العلماء الربانيين، بالذات العالم الذي عرف بتقواه وبأيضا فقهه وعلمه وهدايته. انتهى بنا الوقت شيخ حسن. ما زالت الآيات تتحدث عن القتال في سبيل الله والدفاع عن المستضعفين، وكم من مستضعفين في هذا الزمن حقيقة يا كثرتهم. فيقول ربنا عز وجل: لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، إلى أن قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله. هذه الأحكام لماذا حث على الجهاد في سبيل الله، وذكر أن أجر المجاهدين أعظم من أجر القاعدين؟ ولماذا أيضا عاتب الذين يعيشون في بلدانهم مستضعفين يقبلون في دينهم الدنية؟ لماذا ذكرهم في هذا السياق؟ كذلك هنا ذكر أيضا أن من يهاجر فيدركه الموت، ومن يهاجر في سبيل الله. كل هذه الأحكام سنتحدث عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم، لنربط بين مقصد الحرية والعدالة التي تنشده سورة النساء. مشاهدي الأكارم، كنا في حديث ماتع مع الدكتور حسن سلمان. اسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلته، كما أشكركم مشاهدي الأكارم على حسن المتابعة والصبر. وما زلنا حقيقة في هذه السورة العظيمة، سورة النساء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أحكم وأعلم. حتى نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ بسم الله الأكرم، واسمع خير كلام وافهم. من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم، واسمع خير كلام وافهم. من يسعى للمجد تعلم.